اهلا بك في حلقه جديده. حلقه النهارده معانا خدعه قويه جدا ممكن اي حد يعملها لانها مش محتاجه تدريب ومش محتاجه خفه يد. تعالوا بينا في البدايه نشوف الخدعه، بعد كده نرجع عشان نعرف بتتعمل ازاي. معانا هنا كوتشينه عاديه خالص ما فيهاش اي ترتيب. هنطلب من الشخص اللي احنا بنلعب معاه الخدعه انه ياخد اي جزء من الكوتشينه، فلنفترض انه ياخد الجزء ده هنخليه على جنب كده، وبعدين هنطلب منه انه يسحب اي ورقه عشوائيه من الكوتشينه دي. فلنفترض سحب الورقة دي، هنطلب منه ان هو يشوف الكارت واحنا مش عايزين نعرف بالظبط الكارت اللي هو اختاره، وبعدين هناخد الكارت بتاعه هنحطه في وسط الكوتشينه كده. الكارت بتاعه في وسط الكوتشينه، هنطلب منه ان هو يمسك الكوتشينه او يحطها على الترابيزه، المهم يتاكد ان احنا ما جيناش عند الكوتشينه. وبعدين هناخد الورق اللي هو كان معاه اساسا، هنطلب منه ان هو يقول ستوب في اي مكان هو عايزه. فلنفترض ان هو قال ستوب هنا، هنشوف الورقة اللي قبلها مختلفة، ودي الكارت اللي هو قال عليه ستوب 9، وهنشوف كمان الورقة اللي قبلها مختلفة. كان ممكن يقول ستوب هنا أو ممكن يقول ستوب هنا، بس هو اختار رقم 9. كده يبقى هنعد 9 ورقات من الكوتشينة بتاعتنا. يبقى الورقة بتاعتنا اللي هو أساسا اختارها رقم 10. وخلونا نشوف بتتعمل ازاي. عندنا هنا الاربع اشراط والاربع تسعات، هنحط في البداية ورقة عشوائية وبعديها 9، ورقة عشوائية وبعديها 9، كمان ورقة عشوائية 9 9 10 10 كمان 10 وكمان 10. كده الترتيب بتاعنا هيبقى رقم 2 9، رقم 4 9، ورقم 6 9، ورقم 8 9. إنما بقى رقم 10 فهو 10، ورقم 12 10، ورقم 14 10، ورقم 16 فهو رقم 10. هناخد الكروت دي وهنحطها فوق الكوتشينة كده. كده الكروت اللي احنا مرتبينها فوق الكوتشينة، هنقول للشخص اللي قصادنا ان كل الكروت متلخبطة مفيهاش اي حاجة مترتبة، وبعدين لو حابين نلخبطها احنا ممكن نلخبطها، بس نحافظ على الكروت اللي فوق لسه فوق برضه. هنبتدي ننزل كده، واخر جزء هيبقى الجزء اللي احنا مرتبينه كده، هيظهر كأننا لخبطناها بس احنا محافظين على الجزء اللي فوق. هنطلب منه ان هو يقسم جزء صغير من الكوتشينة، فلنفترض قسم الجزء ده، وبعدين يختار اي ورقة عشوائية، فلنفترض اختار الورقة دي. في الوقت اللي هو فيها بيشوف الورقة هنبتدي نعد احنا الورق اللي معانا ده: 1 2 3 4 5 6 7 8 9. كده معانا هنا 9 ورقات. هنقول له حط الورقة بتاعتك في وسط الكوتشينة. كده هيحط الورقة بتاعته هنا، الورقة بتاعته هتبقى رقم 10. هنحط بقية الكروت عليها ونقول له خلي الورق معاك، وبعدين هنطلب منه ان هو يبتدي ينزل في الورق ويوقف في اي مكان هو عايزه. كده احنا عارفين ان الورق اللي عندنا هنا 2 و4 و6 و8 كلهم تسعات، انما 10 و12 و14 و16 كلهم 10. دلوقتي هيبتدي ينزل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. لو وقف هنا هنقول له ادي الورقة بتاعتك رقم 10. هنعد 10 ورقات وتلاقي الورقة بتاعتك. كان ممكن تختار الورقة دي ورقة مختلفة، وكان ممكن تختار الورقة دي ورقة مختلفة، بس انت قررت رقم 10. فعلا هنعد الورق ده هنكتشف ان الورقة بتاعته رقم 10. طيب فلنفترض انه وقف في مكان مختلف، يعني 1 2 3 4 5 6 7، فلنفترض انه وقف عند رقم 7. طيب احنا عارفين ان رقم 8 هو الورقة رقم 9، يعني ما ينفعش الورقة دي لان الورقة دي مختلفة تماما. في الوقت ده هنقول له انت وقفت هنا، يبقى الورقة اللي معاك دي هي رقم 9، واحنا لو عدينا 9 ورقات من هنا هنكتشف فعلا ان الورقة العاشرة هي الورقة اللي انت اخترتها. ودي كانت الخدعة بتاعتنا، ولو عجبتكم قولولي في التعليقات علشان نكمل ونعمل فيديوهات كمان. لو مش عجباكم قولولي برضو علشان نلغيها. وقبل ما انهي الحلقة ما تنساش تنزل تحت وتعمل كومنت جميل علشان اجمل كومنت هيظهر معانا الحلقة اللي جاية. ودي كانت حلقتنا النهارده، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وتشتركوا في القناة وتشاركونا في التعليقات بالخدعة اللي انتوا عايزين تعرفوا تتعمل ازاي. لينك صفحة الفيسبوك تحت، وكمان لينك الانستجرام. اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. سلام.